كان اسمه يوسف، راجل الناس كلها بتحبه وتحترمه. كان مثل في الأخلاق والهدوء، لدرجة إن الناس كانت تقول عليه رجل ب1000 راجل. بيشتغل موظف حكومي بسيط، بيصحى الصبح بدري، يشرب شاية، يلبس هدومه المكوية، ويخرج يقول توكلت على الله. كان دايما ماشي مستقيم، لا عمره شتم ولا عمره مد إيده على حد. حتى وهو مديون كان بيقول الستر من عند ربنا. أهل الحي كانوا بيشاوروا عليه، يوسف ده ربنا يكتر من أمثاله. لكن الدنيا ساعات بتفتح باب والشيطان بيكمل الطريق. قعد في قهوة مع واحد اسمه رشاد، راجل كلامه منمق ولسانه فيه سم. رشاد قال له بتتعب ليه؟ الماتش الجاي مضمون، حط 100 جنيه تاخد 1000. يوسف ضحك وقال أنا عمري ما لعبت مراهنات. رشاد رد بابتسامة خبيثة مرة مش هتضر، جرب وشوف. المرة جابت مرة، والضحكة بقت صمت، والهدوء بقى عصبية. يوسف بقى يسهر قدام المواقع، يحفظ أسماء الفرق واللعيبة، يبني أوهام على لا شيء. كسب أول مرة وخسر بعدها 20. باع تليفونه، باع دهب مراته، واستلف من الناس اللي كانت بتحترمه. والاحترام لما بيروح صعب يرجع. يوسف بدأ يتهرب من الشغل، يتحايل، يكذب، يسرق أوراق، ويزور توقيعات. مراته بقت تخاف تبص في عينيه، وابنه بقى يقفل على نفسه الباب. البيت بقى زنزانة، والحياة بقت سجن كبير. وفي لحظة سودة كان محتاج فلوس، يدفع دين كبير. ما فكرش كتير، دخل سوبر ماركت بالسكينة، هدد الولد، خد الفلوس وهرب. بس الفلوس خلصت والقلق زاد. وفي ليلة وهو تايه، عقله مش معاه، قرر يسرق شقة. فتح الباب، دخل، لقى نور خافت، صوت خطوات طفلة، صوتها بيقول بخوف بابا. لكن هو ما كانش سامع، كان شايف بس. كان شيطان. اللي حصل محدش عرفه بالتفصيل، هو نفسه كان بيحاول ينسى، بس ربنا ما بينساش. بعد يومين أخوه اتصل بيه بيعيط، يوسف بنتي نادين حصلها مصيبة، بيقولوا حد اقتحم الشقة واغتصبها. الدنيا سودت، قلبه وقع. بس لما راح المستشفى وشافها، وشها، صمتها، دموعها، عرف هي البنت اللي كانت في الشقة، هي الطفلة اللي ظلمها، هي نادين بنت أخوه. اتكسر، رجع بيته، قعد قدام المراية وبص في عينه. شاف راجل غريب، ملامحه مكسورة، عيونه مليانة رعب. جاب ورقة وكتب أنا كنت محترم، أنا كنت إنسان، بس الرهان قتلني وقتلكم وقتلها. سامحوني، لو تقدروا نادين، سامحيني يا بنت أخويا. وطلع فوق سطح العمارة، اتنفس نفس طويل، وبص للشارع اللي كان بيمشي فيه بكل وقار، وبعدين رمى نفسه. الناس نزلت تجري، لقوا جثته ساكنة وعينيه مفتوحة، كأنها بتدور على الرحمة. في جنازته ساد الصمت، محدش كان عارف يقول ايه. واحد قال كان راجل محترم، واحد تاني همس بس خرب نفسه بإيده. لكن نادين كانت واقفة بعيد، ماسكة صورة قديمة ليهم سوا، وهي بتضحك وهو شايلها، دموعها نازلة، مش عارفة بتبكي على نفسها ولا عليه. بس أكيد كانت بتبكي على النهاية اللي ما يستاهلهاش أي بني آدم، ولا حتى يوسف. كل اللي اتقال في الحكاية دي مش حقيقي، بس الحقيقي إنك لو ملحقتش نفسك في اللحظة دي هتشوف نهاية مش هتتمناها لنفسك ولا لكل اللي بتحبهم. فريق عمل تشويش بيحبك في الله وبيتمنى تكون جزء من قناتنا. ما تنساش تشترك في القناة وتكون واحد مننا.